ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. كل سنه واحنا طيبين كلنا. العيد الكبير على الابواب، ومن احلى الاكلات اللي بنحبها في العيد الكبير الرقاق الناشف باللحمه المفرومه. النهارده هعمله لكم بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. في طاسه على النار فيها معلقتين زبده ومعلقتين زيت. هنحط بصله كبيره مفرومه ناعم كده، ونقلبها دقيقتين 3 على النار. مش هتاخد لون معانا، هي بس هتدبل بالشكل ده كده. بعد كده هنضيف لها اللحمة المفرومة. أنا حطيت 300 جرام لحمة مفرومة. الكمية دي هتعمل معاكي صينيتين. لو عايزة تعملي صينية واحدة حطي نص الكمية دي بس. قلبت بقى اللحمة مع البصل لحد لونها متغير كده، ونزلت ميتها، وبعدين تبلتها بالملح والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، كل حاجة نص معلقة صغيرة. قلبت اللحمة كويس بالتتبيلة بتاعتها، وبعد كده ضفت لها كوباية مية كبيرة، ووطيت عليها النار بقى وغطيت وسبتها لحد ما تتشرب المية. لما اتشربت المية بتاعتها وبقت بالشكل ده كده استوت، نزلتها. الشوربة اللي هنستخدمها مرقة عادي، مرقة لحمة، مرقة فراخ. لو ما عندكيش اعملي مرقة ماجي عادي. صفيتها بقى كده عشان اي اضافات فيها، وحطيت لها معلقة سمنة كبيرة، وتكون دافية معاكي، ما تكونش باردة ولا سخنة قوي. الصينية اللي استخدمتها مقاس 26، هو نفس مقاس الرقاق، يعني هاتي صينية نفس المقاس بتاع الرقاق. الرقاق بقى وانتي بتبليه كده تبليه بسرعة كده علشان ما يتطرش منك قوي، لان النوع بتاعي ده كان رقيق خالص. تحطي بقى في الصينية الاول سمنة، بس سمنة كتيرة شوية اول مرة. بعد كده رشة بقى خفيفة خالص بالفرشة. انا حطيت 5 طبقات رقاق لانه زي ما بقولك رقيق خالص. لو بتستخدمي نوع تخين شوية حطي 4 طبقات بس. حطيت بقى ال5 طبقات، وبعدين حطيت العصاج كده، وبعدين حطيت 5 كمان. وبين كل طبقة والتانية برضو تدهني سمنة. دخلته بقى الفرن، كنت مسخناه قبل كده على درجة حرارة 180. حطيته على الرف اللي أقرب رف من النار ربع ساعة تقريبا، وطلع بالشكل ده. قلبته بقى كده. طريقة القلب دي انك تقلبيه وتسوي الناحية التانية احسن من انك تفتحي عليه الشواية. كده تقلبيه وتدخليه الفرن من تحت برضو تاني، لان لما بتفتحي الشواية بس عليه من الوش بيبقى الوش مش متساوي كده ومش حلو. كده احلى بكتير. أخد ربع ساعة تاني، وبعدين تقطعي بقى وتقدمي بألف هنا. طالع جميل ومورق وحلو قوي، وطعم اللحمة فيه حلوة. طبعا دي الطريقة التقليدية بتاعت مامتي ومامتك، لكن في بقى طرق جديدة. بالجبنة، بيحطوا قشطة على الوش أو قشطة جواه. زي بقى ما يعجبك تعملي، وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.